انا متاكده ان سليم ورا اللي حصل. ما توصلش بيه لدرجه ان هو يبلغ الحكومه عن الدار. هيعمل اي حاجه عشان يضغط عليا ويعرفني ان قراري بوقف التجاره كان غلط. طيب عموما حضرتك ما فيش اي مشكله، هي شويه بس اجراءات ان شاء الله. اول ما ارجع هخلص على طول. انا جيت عشان ابلغك، وكمان جيت لك عشان سبب تاني. خير؟ انا دلوقتي مش عارف الدار مصيرها ايه من اللي بيحصل. حضرتك رفعت ايدك عن الدار، وكمان عم سليم رفع ايده. مصير الدار واللي فيه ايه اللي هيحصل فيه؟ ميزانيه الدار والشهريه مين اللي هيبعتها؟ اكيد مش انا. انت رفضت تقف معايا وتساعدني، تحجج يعني وتقول لي انك مش هتعمل حاجه تقسم العيله. مدام جيهان، الدار يعني السلاح، والسلاح يعني الموت. ولما العطارين واقفين قصاد بعض عمري ما اخرج طلقه من عندي في الدار. مش على اخر الزمن هنموت بعض. وعلى فكره ده مش كلامي، ده العرف اللي مكتوب في الدار اللي كاتبه بايده ابويا زي العطار الله يرحمه. انا لا طلبت سلاح ولا دم، انا طلبت منك تساعدني عشان نمنع كل ده. وابوك زين لو كان عايش كان هيقول لك انك غلطان يا حسن. بس ابويا زين لو كان شايف ان الموضوع بسيط قوي كده زي ما حضرتك شايفاه ما كانش كتب ده في عرف الدار. الله يرحمه كان باصص لبعيد، عارف ان ممكن في اي لحظه اي حد يجي يقلب عليك، وخصوصا اللي بياكل معاك في طبق واحد. وهو ساعتها كان شايف ان ما ينفعش حد من العطارين يقف قصاد التاني. وهو ايه اللي مكتوب في عرف الدار بخصوص الشهريه؟ ان هي مسؤوليه كبير العطارين حتى لو الدار على الحياد. خلاص روح لكبير العطارين. حضرتك انا كلمت عم سليم عشان يبقى قاعد معانا القعده دي، بس للاسف تليفونه مقفول فما عرفتش اوصل له. وانا مش هقدر اعمل لك حاجه. وعلى فكره انت اللي مصعب الحكايه قوي كده. حضرتك الشهريه اللي بتيجي للدار ديت هي اللي بتاكل ناس كتير قوي، واحنا الخزين اللي عندنا خلاص قرب يخلص وعددنا كبير. وعلى فكره الشهريه مش اكل وشرب بس، دي علاج وتدريبات ومصاريف. انا محتاج حضرتك بس تساعديني عشان نعدي الازمه ديت. انت اللي مش عايز تساعدهم. يعني يا اما اخش في حرب يا جوع على اخواتي اللي في الدار. لا لا خالص، ليه بتقول كده؟ انا مش عايزاك تحارب حد، انا بس عايزاك زي ما بتفكر في اخواتك اللي هناك تفكر في اخواتك اللي هنا. وانت عارف كويس اللي ممكن يحصل لهم لو العيله دي ما بقالهاش كبير. عم سليم هو كبير العيله دي يا مدام جيهان. الكلام ده في الشركه هناك وفي التجاره. لا 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 لا، انا قصدي كبير للعيله بجد، يخلي باله من ورثهم ويدافع عنهم زيك يا حسن. بس حضرتك للاسف انا مش من العيله دي. انت ابن زين العطار، ابوك الله يرحمه كان بيحبك وبيثق فيك، والنهارده انت اللي لازم تقعد مكانه وكل الناس تعرف ان العيله بقى لها كبير. ايه المفاجآت دي يا سيف باشا؟ اعمل ايه بقى؟ انت خلاص بقيت في مقام جوز بنتي باعتبار ما سوف يكون يعني. ان شاء الله يا فندم، هبقى عنده حسن ظن حضرتك واخليها اسعد زوجة في الدنيا. انا واثق انك هتقدر، بس انا مضغوط اليومين دول عشان قضية صالح العطار. مضغوط من كل حاجة، من الإدارة ومن الإعلام ومن كل ناحية يا فندم. هو انا برضه يخلصني ان جوز بنتي يبقى شغال وسط كل الضغوط دي واسيبه لوحده؟ لازم اساعده. بص يا سيدي، انا بعت لك كده هديه صغيره هتوصلك اللي عمل كده في صالح العطار. ثانية واحدة يا سيف بيه. يوسف باشا، جات لنا معلومات من مجهول بتحديد اماكن المجموعه اللي عملت كده في صالح العطار. واضح كده ان هديتك وصلت يا سيف باشا. حلو، استغلها بقى عشان هي دي اللي هتوصلك للفعل الحقيقي واللي عمل كده. وهتتفاجئ يا يوسف. شد حيلك يا بطل، ربنا يسدد خطاك في رعايه الله يا يوسف. سلام يا باشا. اطلع لي يا باشا بقوه حالا عشان نجيب الناس دي. يا باشا جايز تكون كمين، المعلومات دي كلها غلط. يا باشا انا المسؤول، اتفضل. تمام يا فندم. الحمد لله والشكر لله. مروان بيه جلال وصل. خليه يتفضل. هلو اهلا مروان بيه. اهلا يا سيف باشا. اتفضل يا باشا. الف الف مبروك بالرفاه والبنين ان شاء الله، وربنا يرزقك بالذريه الصالحه
وجيب لنا كده جلال الصغير. الله يبارك فيك يا باشا. عقبال رودي. ان شاء الله قريب نعدي اليومين دول بس وكل حاجه هتبقى زي الفل، كلها افراح ان شاء الله. ان شاء الله يا باشا. مفيش اخبار عن موضوع سراج؟ انت لسه قلقان ولا ايه؟ ما قلت لك يا مروان اطمن، بعدين انا ما اقولش كلمه غير وانا مالي ايدي منها. بعدين يا اخي ما مراتك في حضنك، خايف من ايه تاني بس؟ انا مش بسال عشان موضوعنا ده بس، انا بسال عشان اللي جاي كمان، خصوصا بعد اختفاء سليم العطار. مش ممكن يكونوا بيخططوا لنا حاجه واحنا مش عارفين يا باشا؟ واضح انك لسه ما تعرفنيش كويس. ابوك الله يرحمه كان يعرفني كويس قوي. انا ما بحبش الدوشه ولا الكلام الكتير، بحب اشتغل في صمت. بعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. عليه افضل الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. انا واثق في تخطيطك يا باشا، واثق فيه قوي كمان، وماشي وراك زي ابويا عمياني. انت ما كنتش ماشي ورا ابوك عمياني ولا حاجه، كنت بتلعب من وراه. بأمارة صباع فارس. يا باشا ده كان تخليص حق. الواد كان عايز يعلم عليا، علمت عليه. ولا انت كنت عايز تسيبه يعلم عليا؟ ومراته برضو تخليص حق. مفيش حاجة بتدور حواليا ما بكونش عارفها. أنا راجل فاهم كل حاجة. أنا ممكن أسيبك تلعب زي ما أنت عايز، بس تخليني معاك في الصورة. لكن لو لعبت من ورايا ولقيتك بتقع هسيبك تقع. بس برضه احنا في مركب واحدة ولا ايه؟ أي نعم، المركب دي بتاعت أنا وأنت اللي معايا فيها. يعني لو لقيتك حمل زيادة عليا هدلقك منها. سيبك أنت من كل الكلام ده. اشمعنى يعني البت دي؟ مع إن أنت يعني حواليك بنات كتير قوي يتمنوا إشارة منك. مش عارف. أنا في الأول قلت هي دي سكتها الوحيدة، بس بعد كده عجبتني. مش عارف بقى، يمكن عشان هي ملهاش حد، ولا يمكن أنا اللي محتاج لها. مروان بيه عايز يتجوز واحدة ما يعرفش حاجة عن أصلها ولا فصلها. ملهاش حد يا باشا زي بعدين يا باشا، هو الجواز بيلزم. ده انا ابويا الله يرحمه اللي كنت اعرفه عنه انه اتجوز بتاع 15 واحده. ده غير اللي ما اعرفهمش يا باشا. الله يرحمه كان شديد وعصب. الله يرحمه. ربنا يوفقكم وتبقى خير خلف لخير سلف. بس اوعى تحب يا مروان، الحب بيضعف، واحنا مش عايزين ايدك تتلوي لا مؤاخذه. كبش يا باشا، ابن الوز عوام. استاذنك يا باشا. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. قول لي يا عزيز يا ولدي، ايه اللي بيحصل في القصر بين عيلة العطار؟ ما هو موضوع الحياة بتاع حسن العطار ده مش معدي عليا كده بالساهل، مش داخل دماغي. من الاخر كده يا عم سميح، العيله مقسومه خلاص، الدنيا هناك متكهربه، في خلاف كبير قوي بين عم سليم العطار وبين جهان هانم. بالبلدي كده مركب عيله العطار بقى برئيسين مش برئيس واحد. رئيسين؟ الله يرحمك يا زين، لو لسه عايش ما كانش فيه مخلوق فتح خشمه. اللي بيحصل ده حاجه تحزن يا عم سميح، ومش هيعود علينا بالخير. انا وانت وكل اللي هنا عارفين زين العطار بنى الدار دي ليه. لو جيهان هانم بقى صممت وعملت في دماغها ووقفت تجاره السلاح عشان خاطر تحمي باقي عيالها، يبقى احنا خلاص ملناش لازمه. وعادي جدا ممكن تلاقي اي حد يجي بكره الصبح يطردنا ويقفل الدار. واللي زاد وغطى بقى الناس التانيه اللي جايبه وصايا عشان تقفل لنا الدار، كانها كانت ناقصاهم يعني. تعرف يا عزيز، سليم العطار ده على حق، فاهم اللعبه زين، ان اللعبه دي لعبه موت، والمملكه اللي بناها مع زين زي ما بناها بالنار والدم ما هتنتهيش الا بالنار والدم. لا نار ودم ايه يا عم سميح؟ انت هتخوفني ليه؟ ابوس ايدك، انا مرعوب خلقه. بلا مرعوب بلا خايف، وطمني فهمني، بقيت العيله رايهم ايه؟ ما هي دي المصيبه، شويه مع عم سليم وشويه مع جهان هانم.
خوفني. بقت مسألة وقت والطوفان جاي، والمركب هتغرق بالكل، حتى لو اللي عليها بيكبروا. واللي مخوفني ان مفيش مركب ننط فيه. الله يطمنك يا عم سميح، الله يطمنك. بقول لك ايه، ميعاد الغدا وجب، روح كل لك لقمه وانا هريح شويه. يلا طوفان، يلا. سراج بيه، ايه اللي مضايقك يا سراج بيه؟ اللي شو معناه اللي عملته؟ قفلت مخازنك على السلاح؟ نحن عم نلعب ولا عم نلعب؟ ايه رايك بقى؟ جامد انا. بنتعلم منك يا سراج بيه. يا ريت بتتعلم من اخر غلطه انا غلطتها، وهو اني تركتك بداخل اللعبه لغايه هلا. الله يسامحك، وانا كمان هسامحك عشان انت بس في مكتبي. اوعى تكون مفتكر يا سيف اني ماني عارف مين وراك، وماني عارف لمين بدك تاخذ السلاح ولوين. بس اللي بدي اقول لك ايه، انه اللي معك ما بينفعوك ابدا لو قررت توقف ضدي. حلو قوي يا سراج. طالما بقى بنلعب كده على المكشوف نلعب. احب اقول لسعادتك ان ندى وعز اللي انت دخلتهم جوه عيله العطار هم كمان مش هينفعوك. هذا شغلي وانا بعرف شغلي كتير منيح، انما انت بيظهر حابب تفوت بمطرح تخسر فيه. انت تخسر انما انا ما اخسرش ابدا. قلت لك كتير وصلني بالشركه وكبرني معاك، بس انت ما رضيتش، رحت تلعب من ورايا، كنت بتضيع وقت. ايه بقى اللي حصل؟ خسرت انت كل حاجه، زي ما سليم بالظبط خسر كل حاجه. سليم وين يا سيف؟ الله اعلى واعلم. هو قال لي انه هيحل الموضوع من فوق، تقريبا سافر عشان يتواصل مع الشركه، وانا دعيت له من كل قلبي، وتقريبا ربنا وفقه. انت رح تخسر، صدقني رح تخسر، ووجودك باللعبه صار خطر عليك وخطر علينا، فبنصحك تطلع منها. اللعبه اتغيرت يا سراج، بس واضح انك مش واخد بالك. انا خلاص ابتديت اتواصل مع الشركه، وقريب قوي انت اللي هتخرج بره اللعبه، بره خالص. نورت.